السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا في قناتي. اليوم غنديرو بسبوسه حجم عائلي. غنحتاجو في المقادير كاس مع مرشة ديال الحليب، جوج ديال السميده الخاصه بالحرشه، السميده الرقيقه، 3 ديال الخمارات، وساشي ديال سكر فانيليا، هنا دقيق فورس، واحد ياغورت، وكاس ديال الانبه ديال الزيت، كاس ديال الكوك، هنا عصير ديال الحامض وقشور ديال الحامض، وجوج بيضات والسكر. غنبداو بجوج ديال البيضات، وساشي ديال سكر فانيليا، مع 4 ديال المعالق ديال السكر، نخلطو مزيان السكر مع البيض باش يذوب لينا. دابا غنزيدو العصير ديال الحامض وقشور ديال الحامض، كاس ديال الانبه ديال الزيت، ونخلطو مزيان. من بعدها غنزيدو كاس مع مرش ديال الحليب، واحد ياغورت، اي نكهه كتفضلوا ديروها بامكانكم ديروا ديال الفاني، انا ما كانش عندي ديال الفاني. نزيدو كاس ديال الكوك، دابا غنزيدو جوج كيسان ديال السميده، ثلاثة ديال المعالق ديال الفورس، و3 ديال الخمارات. من بعد ما خلطنا كلشي دهنا المول بالزبده ورشيناه بالسميده، نكبو الخليط كيجي ثقيل كما كتشوفوا معايا. من بعد ما وزعناه دابا غندخلوه الفران. من بعد نصف ساعه كتكون البسبوسه ديالنا جاهزه طايبه. دابا غنحضروا السيرو باش نسقيوها. كاين حامض وكاس ديال الماء، نصف كاس ديال السكر، دابا كيكون السيرو ديالنا طايب. غنبداو نسقيو به البسبوسه دابا. رشيتها بشويه ديال الكوك من الفوق. من بعد ما دخلناها للثلاجه وتشربات مزيان، دابا كنقدموها بالصحه والراحه. الى عجبتكم الوصفه خليو لي شي تعليق زوين بحالكم. شكرا لكم على المشاهده والمتابعه ديالكم. دمتم في امان الله وحفظه.